أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة مع النور. وزي ما بنقول دايما إن كل بيت محتاج سند، محتاج كلمة تطمنه وقت الخوف، وكل علاقة في حياتنا محتاجة كلام يحسسها بالأمان. الكلام مش مجرد صوت، الكلام نور ينور الطريق، جسر يربط بين قلبين. وإحنا ماشيين في طريق النور من مرسى على مقام العارف بالله الشيخ أبو حسن الشاذلي رضي الله عنه، نوصل إلى دسوق أرض الولاية مقام العارف بالله الشيخ إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه وأرضاه، الشيخ اللي كان طريقه كله نور وكلام، كلام يصلح القلوب ونور ينور الحائرين. ولد الشيخ إبراهيم الدسوقي سنة 653 هجريا بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، وعاش عمر قصير في السن ولكن عظيم في الأمر، حتى انتقل إلى رحمة الله سنة 696 هجريا عن عمر يقترب 43 عام. ترك طريق لا يزال نور ومدد لحد النهارده في بيت طاهر. أبوه هو السيد عبد العزيز أبو المجد، أمه السيدة فاطمة بنت السيد أبي الفتح الواسطي. ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. أبو الفتح الواسطي هو أحد أبناء السيد أحمد الرفاعي في السلسال الروحي، هو الذي أدخل الطريق الرفاعية إلى مصر، وعن طريقه دخلت التصوف إلى الدار المصرية بشكل منتظم. السيد أبو الفتح الواسطي مقامه بقرب مقام السيد المرسي ابن أبو العباس في الأسكندرية، وكمان مقام السيدة فاطمة والدة الشيخ إبراهيم الدسوقي بالأسكندرية أيضا. من طفولته كان الشيخ إبراهيم حال خاص، قلب متصل بالسماء أكثر من الأرض، تعلق بالله وآل البيت، تربى على الفكر والعلم، ظهر عليه الكرامات والعلامات لحد لما بقى أكبر شيخ، وكان يطلق عليه لقب أبو العينين، عين الشريعة وعين الحقيقة. أسس طريقة المعروفة باسم الطريقة الدسوقية، بس في الحقيقة الطريقة ما كانتش مجرد سلوك أو ذكر، ده كان سير قلوب عرفت ربها فصارت إلى النور حتى وصلت. الكلام الصادق لما يخرج من القلب عامر بالإيمان يبقى سبب في الطمأنينة وفي سكون النفس ومعرفة الطريق، ولسه الطريق مفتوح لكل قلب صادق بيدور على المعاني القرب من الله. كل ده هنعرفه النهاردة من خلال ضيفنا الأستاذ أكرم أبو زيد الباحث في التراث الإسلامي. أهلا بحضرتك في رحلة مع النور. أهلا وسهلا بك يا فندم. كنا عايزين نعرف الإنسان قبل الشيخ إبراهيم الدسوقي مين هو؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا يعني اسمحي لي قبل أن نتحدث في شيء أن أتوجه بالشكر لكم على هذا اللقاء الطيب. شكرا لك. ونعالج سريعا يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة. يا رب آمين. السيد إبراهيم الدسوقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني تفضلتم بذكر شيء من سيرته رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصالحين أجمعين. حقيقة يعني هو كان له ميراث من جده المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يأتي إلى الدنيا. فكان سيدي محمد ابن هارون السنهوري هو من كبار الأولياء في هذا العصر في القرن السابع. كان إذا رأى سيدي عبد العزيز المكنى بأبي المجد والد سيدي إبراهيم قام له وأجله وعظمه وأظهر له من المهابة ومن المحبة ومن التكريم ما يتعجب له مريدين الشيخ محمد بن هارون. بالضبط. يعني ما هذا التعظيم كله وأنت شيخ وقتك وأنت فيك وفيك من الفضل والفضيلة. فسألوه عن ذلك فقال لهم إنه في صلب هذا الرجل رجلا ووليا يزيع صيته في المشرق والمغرب قبل أن يأتي إلى الدنيا سيدي إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو معلوم الأكوان اتكلمت عنه سبحان الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان له نور في صلب هذا الرجل، حتى مرت الأيام ووجدوا الشيخ محمد لم يصبح يقوم لسيدي عبد العزيز. ماذا حدث؟ أيوة صح، إيه اللي حصل بقى؟ فقال لقد انتقل هذا النور الذي كنت أقوم له إلى أمه السيدة فاطمة بنت أبي الفتح بن أبي الغنائم الواسطي، كان ساعتها بقى في رحمها. نعم.
السيد إبراهيم الدسوقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني نعرج سريعا على تاريخ ميلاده الشريف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو يعني هناك بين المؤرخين خلاف على تاريخ المولد والوفاة. أنا لقيت تابع في البحث فعلا. نعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمنهم جماعة اتفقوا على أنه ولد 633 هجريا وتوفي 676 هجريا، وهم جماعة كبار من أهل العلم ممن ترجموا للسيد رضي الله تعالى عنه. وهناك فريق آخر وهو الأرجح في تاريخ مولده الشريف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنهم قالوا كما تفضلتم أنه ولد 653 هجريا، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى 696 هجريا عن عمر 43 سنة. كان اللي لاحظته حضرتك أنه كان صغير جدا. نعم يعني كان شيخ من مشايخ رضي الله عنه. نعم قطب رضي الله عنه. و43 سنة ده لازم نتوقف عنده ايه اللي حصل في 43 سنة. نعم. عشان كده انا سألت حضرتك السؤال ده كإنسان. نعم. حصل ايه في 43 سنة؟ ده سنه صغير جدا. سبحان الله. يعني هذا لا يستغرب على صنعة الصانع سبحانه طبعا وتعالى. أكيد طبعا. وما ذلك على الله بعزيز. يعني الله يعطي من يشاء بغير حساب. الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدي يحيى بن شرف الدين النووي، مات وهو 46 سنة، وكان له من المؤلفات ومن العلوم ما ملأ المشرقين. سيدنا الإمام الغزالي كذلك، وكثير من أهل العلم يعني. ده كويس قوي، لأن حد زي مثلا أنا ما أعرفش، فأكيد في حد من الجمهور برضه ما يعرفش. ده معناه إن السن ده ممكن يحصل فيه تحول كبير. نعم. حقيقة يعني قد يسمع الكثير من الناس فكرة أن الله يطوي لأحد المكان صح أو الزمان أو ما شابه ذلك. الخطوة. هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، فلما كان لهم من الاصطفاء ومن التخصيص ومن العناية كما يقولون، يعني فإذا ما العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. فكان لهم حظ ونصيب من العناية المخصوصة من الله التي جعلتهم في أعلى المراتب يسبقون الزمان ما شاء الله ويتخطون الحدود. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. السيد إبراهيم الدسوقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه منذ أن قدم الدنيا وهو له حال عجيب رضي الله عنه وأرضاه. يعني حبب له الخلوة وهو في سن صغير جدا رضي الله تعالى عنه. كنت أسمع أنه هو في سن من 7 ل 9 سنين. نعم، بل يعني أنه لما ذهب به في هذا الوقت، يعني حتى أنه شاع عنه كرامة عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه عرف به رمضان. يعني سيدي إبراهيم ولد في ليلة الشك. طب أستأذن حضرتك بس نطلع فاصل أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا سادة المشاهدين، ونكمل مع ضيفنا الكريم عن سيدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كنا قبل الفاصل نتحدث عن أن ميلاد السيد إبراهيم الدسوقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ليلة الشك، ليلة 30 من شعبان. وسيدي محمد بن هارون الذي تحدثنا عنه منذ قليل تكلم عنه رضي الله عنه وأرضاه، وسأل الناس أتباع الشيخ عن رمضان وعن هلاله، ولم يرى الهلال في هذا الوقت يعني. فقال سلوا أمه السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنه وأرضاها إذا امتنع هذا الطفل عن الرضاعة أم يرضع بعد الفجر، يعني هيكمل رضاعة بعد أذان الفجر ولا هيمسك؟ فبلغت أمه أنه أمسك منذ الفجر إلى غروب الشمس. فالهلال رمضان ده وليس هذا أمر في تشريع ولا غيره، فإن غم عليكم فأتموا عدة رمضان 30 فأتموا عدة شعبان عفوا 30 كما قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولكن هي كرامة من كراماته رضي الله تعالى عنه. فلما بلغ 7 سنين وذهب به أبوه إلى المؤدب المعلم ليعلمه، فكانت هذه القصة مشتهرة وزاعت وشاعت أنه الصائم في مهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمؤدب بيسأله بيقول له أو كنت تعلم أنك صائم في مهدك؟ أنت كنت عارف أن أنت صايم وأنت لسه رضيع يعني ابن يوم؟
فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وهل يقبل الله من الجاهل؟ انظر إلى هذه الحالة، طفل في 7 سنين يعلم أنه كان صائم وهو رضيع، سبحان الله. فيقول له كده: وهل يقبل الله من الجاهل؟ كما أعطى عيسى التمييز وهو في المهد أعطاني ذلك. سبحان الله. نرجع حضرتك تاني لما نروح طنطا، نلاقي ان في الموالد الناس كلها بتروح محبة. في بعض من الناس ممكن يقولوا الناس دي رايحة عشان، فممكن يكونوا الناس دي كلها متجمعة عشان ايه؟ مش ممكن غير حب. نعم. والله إذا نظرنا لهذا المشرب ولهذه المدرسة الصوفية التي تعتني وتهتم دائما وأبدا بتزكية الروح وتنقية النفس وتطهيرها من كل خبث، هنلاقي إن هؤلاء القوم أدركوا معنى طيب. الله سبحانه وتعالى جعل المحبين على منابر من نور يوم القيامة. صح، مش ممكن هيقعدوا كل السنين دي حضرتك وكل سنة نفس المولد وكل سنة نفس الناس. نعم. بل بالعكس الناس بتتزايد. نعم. من غير ما يكون في سر. صحيح. لا، هو قطعا في سر. احنا النهاردة عايزين نعرف السر. نعم. هذا السر هو أن لا يكون شيء في كون الله إلا مراد الله. صح. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي جمع هذه القلوب وحرك هذه الأرواح وجعلها تهفو إليهم من كل فج عميق. نتقابل فلان من البلدة الفلانية وفلان من الصعيد وفلان من برا مصر وفلان وفلان، كلهم يجتمعون على محبة أولياء الله. لا في صلة قرابة ولا في بزنس يدار هناك. بالظبط، هو ده اللي أنا بشوفه. الاجتماع على المحبة الخالصة، على ذكر الله وعلى ذكر الله وعلى تذاكر سير الصالحين وأخبارهم وأحوالهم ومنهجهم في التربية والرقي. وإذا نظرنا يعني إلى هذه المجامع وإلى حقائقها في الطريق، نعرف أن هذا الجمع ينبغي أن يعلم بل يتيقن أن الله سبحانه وتعالى ينظر نظرة رضا لمثل هؤلاء ويبشرهم أن قوموا مغفور لكم. من ذهب محب ذاكرا لله مودا لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن يعلم وأن يتيقن أن هذه علامة لإكرام الله له سبحانه وتعالى. فقالوا من علامات محبة الله لك أن يدلك على من يحبه سبحانه وتعالى. سبحان الله. سيدي إبراهيم الدسوقي كان يطلق عليه أبو العينين رضي الله تعالى يعني عنه هو كان جامع ما بين الشريعة والحقيقة. ممكن حضرتك تشرح لنا إزاي كان جامع بين الاثنين؟ سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع هذا السن الصغير، قلنا أنه توفي 43 سنة، ولكن سبحان الله كان فقيها ورعا عابدا زاهدا. وهذا مما أردت يعني في هذا اليوم المبارك وفي هذا اللقاء الطيب أن نتعرض لذكره. لا ينبغي أن يفهم سالك ولا محب لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن السير إلى الله ينفصل عن الشرع الشريف. صح. لا بد أن تعلم أن الدستور والمنهج والطريق هو شرع الله وهو كتاب الله وهي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيد إبراهيم الدسوقي كان ممن حوى هذه العلوم، فكان فقيه شافعي كبير، حتى أنه يعني أطلق عليه في عصره أنه شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع هذا السن الصغير. والسيد إبراهيم الدسوقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له تحقق بهذا الشرع، وكان له سير بهذا الشرع واقتداء بسنة جده صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت في هذه المعاني وصار متشرعا متحققا بالشرع الشريف، أطلق عليه أهل يعني عصره ومن بعدهم أنه أبو العينين رضي الله تعالى عنه، لأنه جمع عين الشريعة وعين الحقيقة. يعني هنا حضرتك ما ينفعش أبدا نكون غير بالعينتين، نشوف نعم. الحقيقة والشريعة. نعم. لأن الشريعة بتكمل الحقيقة. نعم. الشريعة بغير الحقيقة يعني كشيء أجوف ليس فيه روح، والحقيقة بغير الشريعة مماطلة وكذب وزندقة.
طب ممكن حضرتك توصف لنا يعني ايه حقيقة؟ نعم، كما ذكرنا من قريب يعني روح الأمر، يعني حتى لا يظن أحد أن الحقائق هذه معناها الخرافات أو ما يغيب عن طور العقول أو ما هذا. الحقيقة هي معناها أن هذا الشرع له لب، له نفوذ. حضرتك تخيلي كده أن الفقيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي علم الدنيا وهو إمام أهل الحقيقة في كل زمان وفي كل عصر، لما يجي له سائل يسأله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الأعمال أحب، فيقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لهذا الرجل الجهاد في سبيل الله. ثم يأتي آخر فيقول له بر الوالدين. ثم يأتي آخر فيقول له صلى الله عليه وسلم الحج. هو السؤال واحد ما صح. تغير. هذا يأتي من أين؟ يأتي من روح الشرع، أن تنفذ بنور البصيرة فتعلم المراد والحقيقة الموجودة في هذا الحكم. حتى أن بعض الفقهاء تجد أن المسألة يجي الحكم في المسألة دي كذا وهو يحكم بغيره. المسألة مثلا هذا الأمر كأكل الميتة هو محرم شرعا، لكن في حالة الاضطرار حقيقة الشريعة في هذه المسألة أنك تقيم بدنك وتصون حياتك المكرمة من عند الله سبحانه وتعالى، فتأكل من هذه الميتة بقدر ما يقيم حياتك. فإذا أردنا أن نعرف معنى بس الحقيقة بعد ما ناكل المفروض بقى بنستغفر ربنا ان احنا كلنا حاجة محرمة ولا بنعمل ايه؟ إطلاقا. لان في ناس كتير جدا ساعات بيسافروا بره وغصب عنهم بيتعرضوا ان هم بياكلوا حاجة مش حلال، ساعتها بقى ممكن نعمل ايه؟ هو قطعا أمر الاستغفار هي عبادة شرعها لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم على العموم، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها في كتابه. وسيدنا المصطفى بذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه فيقول أستغفر الله وأتوب إليه. الصحابة كانوا يعدون له في المجلس ما يسمعونه أكثر من 70 مرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، في مجلس واحد قاعدين مع حضرة النبي قاعدة يسمعون يقول أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. فأمر الاستغفار هذا أمر مشروع على الدوام، لكن مسألة الاضطرار أنت اضطررت إلى فعل ما لظرف ما فهذا حكمك، أنت فعلت المأمور به. يعني أنت النهاردة فعلت حكم الوقت، والكلمة الزائعة المشهورة على لسان القوم الصوفي ابن وقته، فهو يتعامل مع، وحقيقة أن المؤمن السالك إلى الله هو ابن وقته. ما مضى نسأل الله عليه العفو والسماح، وما هو آت هو في يد الله، لا نعلم سيقبل أم لا. فأنت ابن اللحظة اللي أنت فيها دي، فإذا اضطررت إلى مثل هذا قدر الله فيك الآن، لا تعلم هل ستكمل إلى ما بعد ذلك أم لا، فلا حرج إن شاء الله ولا شيء عليك. صح حضرتك. وعايزة أتكلم حضرتك عن الساحات نعم. في لما بنروح وبنزور بنلاقي فيه ساحات. نعم. يعني إيه كلمة ساحة؟ وإزاي الساحة دي بتدور؟ وأنا أقدر إزاي أروح الساحات؟ ويعني إيه؟ يعني أنا بستغرب جدا لما بروح الساحة. يعني أنا بروح الساحة عند سيدي أبو الحسن الشاذلي، رضي الله عنه. باكل وبشرب وبنام وما بلاقيش حد بيقول لي أنت مين صحيح. ولا حسابك إيه. بالعكس ما ابتسامة شاء جميلة ما شاء جدا وأكل من أجمل الأكل اللي ما ممكن شاء الله. تدوقه. ما شاء الله. يعني إيه كلمة ساحة؟ الموطن الذي يجتمع فيه الأحباب ويقبلون عليه للاجتماع على الذكر والفكر وتذاكر علوم الشريعة وعلوم الطريقة والسير عليها وهكذا. حقيقي لو بصينا لهذه الساحات ولمن أسسوها نجد أنهم ذاقوا من معرفة هدي النبوة الكثير. ده في كل مقام في ساحة، في كل، لا تخلو بقعة فيها ولي من أولياء الله إلا تجد حولها من يقوم على خدمة المكان ويقدمون الطعام والشراب. زي ما حضرتك تفضلتي، لا حد بيقول لك أنت جاي منين ولا أنت جنسيتك صح. إيه ولا أنت إيه وضعك إطلاقا، ولا حجزت ولا ما حجزتش. بالضبط. الأرض يعني مفتوحة مفتوحة لخلق الله. نعم. وكله وكامل الترحيب يعني حتى. لا وسبحان الله فعلا أكل من أجمل الأكل ممكن ندوق في حياتنا. نعم. نعم. أولا
مفيش حاجة معمولة لله خالصة إلا ما لازم يبقى فيها هذا الذوق سبحان الله. وهذا الفضل. الناس دي زي ما حضرتك تفضلتي، لا هياخدوا مننا فلوس صح. ولا هيحاسبونا، ولا احنا هنطلعهم بعد كده على الشاشات ونقول ده عملوا وسووا، إنما هم يصنعون ذلك ابتغاء مرضات الله. طيب كنت عايزة أقول لحضرتك السادة المشاهدين دلوقتي لو بيتفرجوا عليه، ممكن تقول لهم إيه عن سيدي إبراهيم الدسوقي؟ تعرفهم إزاي؟ يعرفوه كشخص، يعرفوه كإنسان، يعرفوه كشيخ. فأنا عايزة حضرتك تكلمنا النهاردة عنه باستفاضة أكتر، وهو سمعنا والسادة المشاهدين سمعنا رضي دلوقتي. الله تعالى عنهم وأرضاهم، بارك الله في المشاهدين أجمعين. حقيقي يعني السيد إبراهيم الدسوقي وأمثاله من أهل الله يعجز اللسان عن الكلام في حقهم، ولكن إذا أردنا أن نعرفهم أو نتحدث في شأنهم لابد أن ننظر إلى أحوال هؤلاء القوم وكلامهم ومعارفهم التي انتقلت إلينا عبر الزمان وعبر كتب أهل العلم ومصنفاتهم. سيد إبراهيم الدسوقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكثر التأليف، ولكن يعني ذكروا له 3 كتب: كتاب في شرح الفقه الشافعي في شرح متن القاضي أبو شجاع، وهو كتاب عظيم مطبوع، وكتاب اسمه الحقائق أو برهان الحقائق، جمع وصايا الشيخ وإرشاداته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكتاب آخر اسمه الجوهرة. كتاب الجوهرة هذا يعني أظن أنه ليس من تأليف الشيخ، وإنما المريدين والمحبين جمعوا وصايا الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب وسموه جوهرة الدسوقي رضي الله تعالى عنه. يعني حضرتك عايز تقولي دلوقتي للسادة المشاهدين يقروا الكتاب ده عشان يبتدوا يعرفوا أكتر عن الشيخ؟ بالضبط كده. فإذا أردنا أن نعرفه لابد أن نطالع سيرته وأن نطالع كلامه وأن نطالع أحواله حتى يتحدث هو بذاته الشريفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نفسه وعن مقامه الشريف. وبشكر حضرتكم النهارده وبشكر ضيفي الكريم. شكرا جدا اعزائي المشاهدين، بكده خلصنا حلقتنا النهارده. بشكركم اعزائي المشاهدين، كانت معكم إنجي الدهشاني.